السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض صلصة الطماطم المركزة. للناس اللي هي لسه ما عملتش صلصة طماطم تخزنها، يعني الوقت ده كويس جدا لاننا نعمل صلصة طماطم، سواء صلصة من غير بصل، يعني مش صلصة محشي، او حتى الصلصة بتاعت الطبيخ والمكرونات والكلام ده. عايزه اقول لكم النهارده هنعمل كميه كويسه كده من الطماطم علشان نخزنها سواء لرمضان كل سنه وانتم طيبين او حتى للسنه كلها. الايام دي زي ما انتم عارفين الطماطم رخيصه وحلوه حمراء، ما فيهاش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين بنجيب اي كميه احنا عايزينها من الطماطم، وعلشان ناخد برضو نتيجه كويسه منها لازم تبقى الطماطم معانا صحيحه زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي مشاكل خالص. بغسلها طبعا كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيها اي رمل اي ترابه اي حاجه. ونيجي برضو الاهم حاجه هنا لما بنيجي نقطعها، ما نقطعهاش التقطيعه الاولانيه دي، ولكن عشان برضو ما نهدرش منها هنقورها بسن السكينه كده، وهتطلع معانا البوزه بتاعه الطماطم دي كلها من قلبها، يعني من فوق وتحت كده تبص تلاقيها تمام جدا. ده بيوفر علينا ان احنا ما نهدرش كميه طماطم كبيره. هنا بقى ببتدي ان انا اخلص عندي الكميه كلها قبل ما بحطها في الحله. طيب اقدر ان انا اقطعها واحطها في الحله، مفيش اي مشكله خالص، ولكن الطريقه دي اسهل، ما بتخليش الميه الطماطم تنزل العصاره بتاعتها، مش الميه بس، الميه الصفرا دي هنشوفها دلوقتي، وهنشوف برضو الكميه اللي احنا ممكن نتخلص منها على اساس ما تاخدش وقت كتير مننا. بجيب عندي الطماطم كلها واحطها في حلل كده زي ما انتم شايفين تستوعبها. لو عندك حله كبيره تقدري ان انت تحطيها فيها كده مره واحده. بحط كوبايه من الميه وببتدي ان انا اشغل عندي البوتاجاز واغطيها، لان البخار هو اللي بيسوي عندي الطماطم. طبعا الطماطم كل ما بيعدي الوقت عليها بتبتدي ان هي تأثر معايا، يعني الحجم بتاعها هيقل، والميه بتبتدي ان هي كميتها تزيد. فعلشان ما تاخدش وقت كتير معايا ان الميه دي تتبخر على النار، هبتدي ان انا اتخلص من الميه دي، يعني اسحبها كده. والميه عايزه اقول لكم دي ما بستعملش في اي حاجه، برميها على طول. طبعا زي ما انتم شايفين فاضل شويه كده على كميه الطماطم. عايزه اقول لك ان الحله الثالثه دي انا نقلتها في الحلتين دول، بقوا حلتين بس، وبعد كده هيبقوا حله واحده. برضو خلينا واحده واحده كده، مش عايزه اسبق الاحداث، علشان للناس اللي اول مره تعمل طماطم برضو تعملها وبشكل كويس جدا. دي كده طبقين انا شلتهم من كمية الطماطم اللي عندي كلها دي. زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجة، ما بستعملهاش في اي حاجة، فابتدي ان انا اتخلص منها. هنا بقى خلاص الطماطم معايا كده استوت، يعني ابتدت ما يبقاش فيها مية، بقت لحم بس. هبتدي دلوقتي ان انا اطفي عليها النار. ولو انتي ما عندكيش هاند بلندر نبتدي ان احنا نسيبها تهدى ونعملها في الخلاط، نضربها في الخلاط. لو عندك هاند بلندر بنبتدي بقى ان احنا وهي سخنه كده مفيش اي مشكله خالص، نديها ضربه كده سريعه نفرم الطماطم بتاعتنا. طبعا بتبقى اسهل كتير جدا. زي ما انتم شايفين الطماطم بتتهرس كده بسهوله قوي، لان هي خلاص بالفعل اتسلقت او اتسبكت بشكل كويس قوي، ما فيهاش يعني غير كميه سوائل بسيطه خالص خالص. ده غير طبعا كميه السوائل اللي احنا اتخلصنا منها قبل كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين خلاص الطماطم عندي اتضربت بشكل كويس قوي. وزي ما قلنا برضو لو ما عندكيش الخلاط بنبتدي ان احنا نسيبها تهدى عشان الخلاط ما يحصلوش اي حاجه يتشرخ او حتى يتفلق كده وانتوا شغالين بيه. هنا دي كده كل الكميه بتاعه الطماطم اللي عندي. طبعا عايز اقول لكم كميه الطماطم اللي اشتغلتها النهارده كانت 15 كيلو، تقدري تعملي اكتر من كده وتقدري تعملي اقل من كده. وبالمناسبه كان سعر كيلو طماطم النهارده 5 جنيه، يعني سعر كويس جدا. هنا بقى اقدر اشيل عندي الطماطم بالطريقه دي، مفيش اي مشكله خالص، تمام. يعني اقدر اشيلها بالطريقه دي وبالتفل او البذر اللي فيها ده لصلصه المحشي، وبرده هتبقى كويسه معايا ومش بتاخد وقت كتير. هنا بقى دي كانت اول طريقه ان انا ممكن اشيل بيها الطماطم. دي بقى طريقة تانية ان انا بصفي الطماطم علشان اعملها بقى سواء للخضار سواء للمكرونات. يعني ما يفضلش ابدا يبقى فيها ولا بذر ولا حتى قشر، بناخد نتيجة كويسة جدا. عايزة اقولك ان الطريقة دي ان احنا بنصفي التفل والبذر كده بتاخد وقت شوية، ولكن في الاخر بتطلعي بنتيجة كويسة جدا. طبعا انا عندي هنا هخلص الكمية كلها، يعني اصفيها كلها. ودي كده الكمية اللي اتبقت معايا
من غير تفل ولا بذر ولا اي حاجه، واقدر برضو في الحاله دي ان انا اشيلها للمكرونات وللطبيخ. يعني هي كان ناقص لها شويه كده على البوتاجاز تخسر او تقصر شويه من السوائل اللي فيها وتبقى تمام جدا. هاخدها دلوقتي بقى كده على النار عندي تبقى متوسطه مش عاليه ولا هاديه، وببتدي بقى ان انا اشغلها يعني اسيبها شويه كده على النار حوالي ساعه ان هي تقصر شويه الميه وتبقى تقيله شويه. بالنسبه للاضافات معايا مش بحط اضافات كتير. عندي هنا حوالي 3 معالق كبار من البابريكا، نص فنجان من الزيت، وكمان عندي مضه برضو حافظه اللي هي معلقه كبيره من السكر، وابتدي ان انا اقلب عندي كده تقليبه كويس. عايزه اقولك ان اصلا الطماطم نفسها حمرا زي ما انتم شايفين، ولكن انا بدعمها بالبابريكا. البابريكا مش بتديني طعم قد ما بتديني لون للطماطم بتاعتي، تمام. وبرضو عايزه اقولك ان هي حطينا لها الزيت ماده حافظه، وحطينا لها كمان السكر ماده حافظه، مش بحط ملح خالص. بقلبها تقليبه كويسه كده عشان ما يتكتلش مني البابريكا، وبسيبها بقى على النار متغطيه، وببتدي ان انا كل شويه اجي اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. في المرحله دي مفيش صح وغلط، على حسب ما انا احب كثافه الطماطم. عايزاها اكتر من كده احطها برضو اكتر شويه على البوتاجاز، ولكن مع مراعاه ان احنا كل شويه لازم نقلب فيها علشان ما تتلسعش مني. وزي ما قلنا النار عندي هتبقى متوسطه طول الوقت لحد ما اخلص الشغل على البوتاجاز. هنا خلاص كنت وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بسيبها طبعا قبل ما بحطها في الاكياس او حتى في العلب ان هي تهدى معايا تماما تماما، ما تبقاش سخنه. بالنسبه بقى للتخزين او التفريز، ممكن احطها في اكياس صغيره على قد الاكله يعني، ممكن احطها في علب برضو هتبقى على قد الاكله اللي يريحك. ده برضو تقدري ان انتي تقرري. بحط بقى عندي هنا 3 مغارف، ده بيبقى بيرجع على حسب شغلي انا في المطبخ، يعني على حسب طبختي انا كتيره او قليله. تقدري ان انت تحطي اكتر، تقدري تحطي اقل، مفيش اي مشكله خالص. المهم ان احنا نبقى واخدين نتيجه كويسه مثاليه جدا للطماطم بتاعتنا ونوظفها توظيف كويس. عايزه اقولك يعني اكتر وقت ممكن تاخدي فيها شويه طماطم حلوين الوقت ده، والطماطم دي طماطم صعيدي فحلوه، يعني فيها لحم كويس قوي، فيها ميه مش كتير. وببتدي طبعا اخلص عندي الكميه كلها بالشكل ده. وزي ما قلنا برضو بطبق مره واتنين، الطماطم عندي ما تبقاش سخنه وهي داخله الفريزر، تبقى بارده تماما. ان شاء الله حتى يعني اكون بعملها بالليل واسيبها لحد الصبح، ابتدي ان انا احطها في الاكياس او في العلب. وكده نبقى خلصنا الكميه كلها. وعايزه اقول لك عملنا حوالي 22 كيس ل 22 طبخه متوسطه. في ناس ممكن تحتاج اكتر سنه صغيره، وناس ممكن تحتاج اقل شويه، ده بيبقى برضو على حسب رغبتك. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك وتجربيها، وبجد يعني طريقه حلوه وطريقه امنه وكمان مضمونه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلى زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.